وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. اعلموا أن من مخالفة أمر رسول الله ومشاقته الابتداع في الدين. نبي خلاف كيس وحا كمله يا نبي عليه الصلاة والسلام إلا قصه الجيستو إن دينت إلهي لقدر وحا كمله إلهي اللي عابد وحا شرعيين. وقد أنكر الله الابتداع في الدين وجعله تشريعا لما لم يأذن به. إلهي الدين تنسان وحر مقروات دينه وحانو شاقار انتاسين ايتهي قردره يغفق صيايا لين كل غاقي شرعيين آنو إلهي الفصيح. نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومدي سين بدن بدعة وقدقين وبين لهم بطلانها إني بادل تاين وعدين فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة اسكيلالية وحد انت المصدرين بدعة ودمي والمثال وعكستو دينتا لغو صدري waa bidco oo dhamina waa lumitaa wadadii saxda ahayd laga lumay. qofka bidca bilaaba ama mid looga horeeyay ku amal falo cid uga horeysay kaga dayda amalkaasi ilaahay ka aqbali maayo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam. qaala wa sharru al-umuri muhdathatuha arrimaha waxa u shar badan buu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam kuwa diinta lagu soo daray. أيها المسلمون عباد الله وحدقاتان بشنا إن كجر رجب الله يراهضو إن عبادوين قولي المقارية يا إلا سيئن وينين آنو إلهي سبحانه وتعالى تشدين نبي محمد نام يالين. هذا من أمر الجاهلية الذي كان عليه المشركون الرنكاسوح كمديهي جاهلية دقن كيدي يوحي مشركين تلوية قاني. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله إن رجب كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك بش رجب وحوينين شرو عبادات كقاريين شري ذاتك جاهلين تا إسلام كورتي جوغي إلهي مركو نعمة إسلام ككياني الرنكاسي والي اسكدا أيوة اللي قتلي قفك بش رجب كقاريين عبادات قفكاسي يحيي سنة الجاهلية في الإسلام وحنولين يا سنة الجاهلية إسلام كدحدي سوكو نولين يا وحكم إذا عباداتك بشان رجب ذاتك قاري كقونية لا يدوان إلهي الشرعية من عبادة القونية نبي محمد نام سقارة عبادة وقد ذلك جري رجب بحديدة تخصيصه بصوم كله أو بعضه الرجب أو نقف قوة الصوم يسوي اعتقاد صوم كالرجب سقارين له شرعية فضيلة زائدة إن لقيها يوم إرادة أمام المكة ميدين الصوم فرجبوا من حيث الصيام كغيره من الشهور بش رجب حق الصوم كبيرها كلا متاعي سنينتي يا خميس تبيرها كلا ولا صومها. ورد في حديث جابر عند الإمام النسائي أن النبي كان يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كتاب الله
إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما الحديث اللي هو عند أبي داود حديث العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا. أما على المنبر كان يقول وكل ضلالة في النار، فاللفظة ثابتة صحيحة عند الإمام النسائي، حفظنا الله وإياكم على الطاعة ونجانا من كل بدعة وضلالة. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.